يا هلا بكم طلاب الأبطال، حياكم الله وكل الهلا بكم، نورتوني. تمارين تأكد من فهمك لخصوص بصفحة 112 اللي هو بخصوص الأشكال الهندسية، متوازي الأضلاع، المعين وشبه المنحرف. هذا الموضوع أخذناه بالتفصيل بالدرس السابق. اليوم إن شاء الله راح نشرح تمارينه ونحل تمارينه. التمرين الأول مطيني شكل اللي قدامك اللي هو متوازي الأضلاع، ويقول لي استعمل الخصائص مالته وطلع لي قياس السي دي والقياس الاي وقياس الدي. انتبه للطلاب الاعزاء، هنا أنا عندي شكل رباعي اللي هو متوازي اضلاع اسمه اي بي سي دي، اسمه زين. ايش بيه؟ قياس السي مطيني اياها 30. اسعف هاي قياس السي مطيني اياها 30. ايش يريد من عندي؟ قياس الاي، ويريد من عندي قياس الدي، ويريد من عندي قياس الضلع سي دي. أنا أعرف من خلال الخصائص اللي تعلمتهن، خصائص هذا الشكل اللي هو متوازي الأضلاع، بأن هذا ويا هذا ويا هذا متساوي. كل ضلعين في هذا الشكل متوازي الأضلاع متقابلين متوازيين ومتساويين. تقدر بشكل مباشر شو تقول له؟ تقول له سي دي، المستقيم سي دي يساوي اي بي ويساوي 8 سنتيمتر. والسبب تكتب لها، احكيها انت اكتبها، ما اقدر اكتبها. كل ضلعين متقابلين في متوازي الاضلاع متساويين بالقياس. استاذ برهن اكد لي. اوكي، هذا ايش قد نعطيك اياه؟ 3 ناقص 1 يساوي ايش قد؟ 8. مو تعوض عن ال8 بالاكس، لا، هنا يقول لك هذا 8 مو اكس 8، لا كله 8. نطلع قيمة اكس، هذا نقله اللغط 3 اكس يساوي 8، هذا النقله يصير زائد 1. 3 اكس يساوي 9، اقسم على 3، هاي ويا هاي راحت، بقت لي اكس يساوي 3. اذا قيمة اكس 3. يلا وياي 3 في 3 طلعت 3، 3 في 3 9 واخذ معناته 1 8. هاي 8. اذا الحل مضبوط. هاي للتأكد، هاي للتأكد من الحل. شوف المدرس يريدها بقيها، ما يريدها شيلها. يعني هو انت اعطيته قياسه 8 من البدايه، اعطيته قياسه 8 من البدايه واعطيته السبب، بعد هاي انتهت. للتأكد قلت لك عوض عن هاي وحلها مثل ما حليت استوني ومسحته. تريد بقيها؟ لا بقيها. اوكي، اذا هسه اني خلصت اول مطلب، خلصت من عنده. اجيك للثانيه، اريد من عندك قياس الاي. هاي الاي، هاي شوفوا هاي الاي، اريد قياس هاي. انا حافظ من خصائص هذا الشكل كل زاويتين متقابله متساوي بالقياس. يعني هاي الاي ويا هاي 30 اقول له قياس الزاويه اي يساوي 30 درجه. والسبب تكتبه هنا، راح احكي لانها زاويتان متقابله، او تقول له لان كل زاويتين متقابلتين متساوي في القياس، او يعني جاي اشرح لك انت اسباب، يا سبب يعجبك خليه. لانها متقابله بالراس مع سي، الاي متقابله بالراس مع سي. والسبب الافضل يعني الماشي مثل ما يقول كل زاويتين متقابلتين في متوازي الاضلاع متساوي بالقياس. اذا انتهينا من هاي. اريد دي، قياس الزاويه دي. هاي من خصائص هذا الشكل كل زاويتين متتاليه يساوي ايش قد؟ 180. اذا هسه هاي الاي ما لي شغل بيها. السي والدي زائد السي يساوي 180. قياس الدي والسي دي المتتاليه واحده ورا الثانيه يساوون 180. زين، الدي ايش قد؟ ما اعرفها. او قياس الزاويه دي
زائد 30 يساوي 180. انقل هاي للطرف الثاني. قياس الزاوية دي يساوي 180 ناقص 30، وقياس الزاوية دي يساوي 150 درجة. إذا هاي طلعت لك 150 درجة وانتهى الحل. إذا 3 شروط راتن من عندي أو 3 مطالب حليت إلى بكل تفاصيل. أجيك للسؤال الثاني. أوجد محيط متوازي أضلاع. متوازي أضلاع. إذا علمت محيط، المحيط هذا B، إذا علمت يساوي، إذا علمت وقانونه A زائد B زائد C زائد D، إذا علمت أن أطوال أضلاعه، إذا علمت أن طول أحد أضلاعه، واحد من أضلاعه يساوي 8. زين، طبعا ضلع واحد ايش قد 8، وطول الضلع المجاور إليه، لو نفرض هذا، طبعا واحد من عندهم 8، من هو 8 ما أدري، والضلع المجاور إلى 3 أمثاله. يعني مثلا هذا 8، هذا 3 أمثاله، يعني 3 في 8 يعني ايش قد؟ يعني 24. تمام. يعني هذا ويا هذا، العفو متوازي أضلاع، أنا رسمت شبه منحرف، متوازي أضلاع بهالشكل. قال لي واحد من عتل 8 والثاني 3 أمثاله، يعني خو ما تقول لي هذا 8 وهذا أكبر منه ب3 مرات، أكيد هذا 8 وهذا 3 في 8 يساوي 24. إذا هذا 24 هذا 24، هذا 8 هذا 8. زين، محيط متوازي الأضلاع، هذا القانون مال شبه منحرف، أنا عبارة شبه منحرف. محيط متوازي الأضلاع يساوي مجموع أضلاعه الأربعة، بس مجرد أجمعهن نفس الحكي. فالمحيط راح يساوي 8 زائد 24 زائد 8 زائد 24، اجمعهن كلهن، هاي ويا هاي 48 وعندي هاي 16، هنا 4 1 4 5 6، إذا سنتيمتر. إذا مجموع محيط هذا الشكل اللي هو 64 6. تمام يا أبطال، أنتقل وياك للمثال اللي بعده. المثال اللي بعده باو عليه يقول يابا الشكل المجاور اسمه ABCD متوازي أضلاع. أوكي، متوازي أضلاع. إيش عندي؟ عندي قياس الزاوية BCE هاي الحمراء، وقياس الزاوية هاي الحمراء اللي هي ADE بكيفك نفس الشيء، هاي وهاي يساوون 90، هاي ويا هاي قال لي يساوون 90. تعال اثبت لي بأن هذا الشكل هو شنو؟ معين. شوف بالبداية شو نقول له؟ نلاحظ هذا الأحمر، شوفوا هذا الأحمر، نقول له قياس الزاوية هاي، هذا شوفوها هذا اللي هو هذا من الصفة، هذا قاطعها بالنص. قياس الزاوية BCD هاي ينصفها، ياهو نصفها هاي الزاوية، شوفوها هاي، انا اسوي اياها بهالشكل. هاي الزاوية شوفوها، هاي الزاوية يا نصفها، هذا ينصفها AC، نصفها. زين، يعني قاطعها بالنص. زين، نجي لهاي الثانية، وقياس الزاوية هاي ADC ينصفها، هاي منو نصفها؟ نصفها هذا اللي هو BD. اوكي، بس هذا الاحمر نصف هاي
وهذا نصف هاي قسمهن بالنص. شوفوا راح شو يصير عندي؟ ما دام نصفهن فراح تكون هاي الراتها من عندي، او هاي نبدا بهاي اللي هي بي سي اي، هاي الحمراء هاي شو تساوي؟ تساوي لي نصف هاي، يساوي لي 1/2 من هاي، من بي سي دي. يعني هاي الحمراء هي نص كله، ونفس الشيء هذا الثانية اللي هي A D E يساوي 1/2. يعني هاي 1/2 منين؟ من هاي كلها، يعني نصها. هاي شو اسمها؟ اسمها A D C. خوش حكي A D C. زين، ما دام هاي نصها وهذا هم نصها، اذا هاي تساوي هاي، هم اثنين اجمعها يطلع 90 مثل ما قال لي هو. اذا قياس الزاويه هاي اللي هي اي سي دي زائد هاي اللي هي شو اسمها هاي اي دي سي يساوي 90 مثل ما قال لي. اذا هاي تساوي هاي ويا هاي 90، مو تساوي العفو، هاي ويا هاي تساوي 90 جمعها، وهاي ويا هاي تساوي 90. وبما ان الاقطار ذني منصفه وصارت لي هنا زوايا قائمه، نصفوها صارت لي الزوايا قائمه، اذا صار مجموعهم اثنينهم وكل زاويتين متتاليه يساوي 180. اذا الشكل او نعم الشكل المجاور اللي هو A B C D يساوي شكل معين، يساوي شكل معين، او شكل معين هو ال ABC. بهالشكل تقدر تثبت له وتعطيه الجواب. حياكم الله طلاب الابطال، راح نكمل وياكم الحل تمارين. المثال الرابع يقول لك معين مساحته 300، مطيني المساحه، معين المساحه مالته 300 وارتفاعه 15، فما طول ضلعه. يعني بالمقلوبي قبل شو يعطيني طول الضلع، ويعطيني شنو؟ ويعطيني ارتفاعه، ويشيل يريد من عندي المساحه. انا اضربهن 4 في طول الضلع. هسه لا بالمقلوبي ماكو عندي مشكله، فاقول المساحه المعين يساوي طول الضلع في الارتفاع، طول الضلع في الارتفاع، او الارتفاع في طول الضلع، ترى نفس الشيء. الاي هنا مطيني اياها المساحه ايش قد؟ 300 سنتيمتر مربع. اوكي، يساوي ال الارتفاع العفو الضلع ما معروف، هو اريده من عندي في الاتش مطيني اياه 15. تمام، هنا صارت عندي معادله شيء بسيط بعد. راح شيء اقول له اجيب هاي هنا او اخلي هاي هنا نفس الشيء، فصارت 300 هاي اجيبها يم صاحبتها، صار التقسيم 15 يساوي ال لو. تقول لا استاذ خلي الحرف من هنا، ال يساوي 300 تقسيم 15. ال يساوي اقسم، هسه علي نقسم اساس صفر ينزل 30 بها كم؟ 15 استاذ بها 2 سنتيمتر. اذا طول الضلع هو 20 سنتيمتر. اذا تريد تتاكد اضرب 20 في 15 راح يطلع لك 300 هي المساحه. اوكي، الثاني معين او معين محيطه، هذا المحيط مالته 36، فما طول ضلعه يعني هم بالمقلوبي يساوي محيط المعين يساوي 4 في طول الضلع. زين، هنا مطينيها 36 يساوي 4 في ال المجهوله. بنفس الطريقه ال يساوي 36 تقسيم 4، والال يساوي سنتيمتر، نعم 9 سنتيمتر. واذا تريد تتاكد تضرب لي 4 في 9 يطلع لك 36 اذا اجابتك صحيحه.
المثال اللي بعده هنا أنا شو عندي طلاب؟ شبه منحرف طول القاعدتين المتوازيتين. يعني أنا مو عندي قواعد متوازية هيك، هذا وهذا. طول القاعدتين المتوازيتين، وحدة 9 ووحدة 7، نقول هاي 9 وهاي 7. اوكي. وارتفاعه 3. هذا 6 هذا 6، ارتفاعه 3. فما مساحته، يعني بالمقلوبي راح نطلع هنا شو نقول؟ نقول مساحة شبه المنحرف، وشبه منحرف 1/2 في المساحة الأولوية الثانية، القاعدة الأولوية الثانية 9 زائد 7 في 3. أنا كتبتها بدون تعويض. يلا القانون كل أنت حافظه طلاب، أنا أكتب لك إياه هنا. كل قانون أنت حافظه لازم تكتبه بيبدأ 1/2 وA زائد B في H. هذا القانون تكتبه هنا قدامنا، أنا كتبته قبل. تمام. هنا نجمع A يساوي 1/2، هنا نجمعهن صار 16 في 3. هنا عندك اختصارات تختصر، هاي بها 1 وهاي بها 8، والA تساوي 1 في 8 في 3 24 سنتيمتر. لازم تخلي لها مربع لان هاي مساحة، والمساحة تخلي لها مربع. بقت عندي آخر وحدة اللي هي 7. شبه منحرف متساوي الساقين. يعني متساوي الساقين يعني خلينا ارسم لك ولو بالشكل يعني يكون هذا بقت هذا، هذا بقت هذا، ولو بالشكل يعني تقريبي. هسه ما مطلوب من عندي رسمه. متساوي الساقين، مساحته كلها 90، مساحته 90 سنتيمتر، وارتفاعه 5. هذا الارتفاع 5. بعد شنو؟ جد طول كل من قاعدتيه. يريد تطلع لي هاي القاعده وهاي القاعده. اذا علمت ان القاعده العليا نصف طول القاعده السفلى، يعني هاي مثلا اذا طلعت 2 هاي 4 يعني نصها، فنقول هاي اكس، نفرض هاي اكس، فهاي شو تصير؟ تصير 2 اكس، يعني نصها طول قاعدته يساوي نصف طول القاعده الثانيه، العفو العليا تصير نصف الثانيه. هسه هاي كل ما موجود بالمعطيات راح اعيد لك اياها. شبه منحرف متساوي الساقين، يعني هذا متساوي، ارتفاعه 5، مساحته كلها 90، ومنطيني قاعدتين فوق وجوا بس انها مجهولات. قلب ويا هاي اذا طلعتها فهاي ضعفها، يعني هاي نص هاي. اوكي، راح نجي نطبق القانون مالته. شو نقول له؟ مساحة شبه المنحرف 1/2 يعني نصف في A زائد B في H الارتفاع، هاي القاعدة العليا والقاعدة السفلى، وهاي نصف هاي مساحة. ال A يساوي 1/2 في هاي X رمزت لها، وهاي 2X في ال H 5. هاي ال A 90، ال A 90. تمام، راح اكمل وياك. فهاي 90 يساوي هنا 1/2 في هاي صارت 3x بعد القوس راح في 5. عندي معادلة وبيها كسر، راح اضرب بمن؟ بالنظير الضربي مال من؟ مال 1/2. نظيرها اضرب ب2 على مود اتخلص من هاي باو علي. يعني 1/2 نظيرها هي 2/1، فصارت هاي في هاي صارت 180 درجة. زين، اضربها بهاي اختصار، هاي وهاي راحت في 3 في 5 15، اضربها قبل 15 اكس، هاي 3 في 5 15. زين، لازم اتخلص من ال 15، اتخلص من عتها، اقسم الطرفين عليها. زين، شو بقت لي؟ بقت لي هنا اكس بحتها يساوي، لا يساوي ما كتبت، لا ماكو ضرب، يساوي. زين، هاي اقسمها قسمه طويله، 180 تقسيم 15 بها 1 15 16 17 18 30 بها 2. اذا اكس يساوي لي ايش قد؟
اكس يساوي 2 او ايش تي تكتبها يساوي 12 العفو. زين هاي منو اكس يعني هاي 12. يعني شو اسوي بال 12 هسه اوكي 12 ريته اريد 2 اكس شو اقول له؟ جوا هاي ما اعرف تكفي او لا. هنا أنا لازم اقول 12 في 2 لان هاي ضعفها ويساوي 24 سنتيمتر وهاي ايضا هاي 12 سنتيمتر. اذا هاي 12 هاي طلعت لك 24 ناخذ سنتيمتر هاي سنتيمتر وبهالشكل. واذا تريد تتاكد شو تسوي؟ تجمع ذني وتضربهن بالارتفاع. والله خليني اتاكد انا وياكم يجوز غلط حلي هاي يعني طبعا ما مطلوبه بس للتاكد. القانون مالها يقول نجمع القاعدتين نضربها بنص يعني 1 على 2 في نجمع ذني 2 و2 6 4 و2 6 وهاي 3 في 5 الارتفاع. هنا اختصار هاي بها 1 هاي بها 18 نص 18 اضرب 18 في 5 40 5 6 7 5 5 و4 9 شوفوها 90 مضبوط. تحياتي لكم طلاب الابطال ان شاء الله راح نلتقي وياكم وفي فيديوهات جديده. كنا التمارين تاكد من الفيك ان شاء الله نلتقي وياكم وفي دروس جديده. مع السلامه.